السلام عليكم. تعالوا ندردش شوية واحنا بنغسل مواعين. كلنا في حياتنا قابلنا أشخاص مؤذيين، مش شرط يؤذوك في الكلام أو الفعل. أحيانا يكفي طريقتهم في التقليل منك، أو إنهم دايما ينشروا طاقة سلبية حواليك. المشكلة مش إن الناس دي موجودة، المشكلة إننا ساعات بنضيع وقتنا نحاول نغيرهم أو نفهمهم أو ننسى نحمي نفسنا منهم. النهاردة عايزة أكلمك عن إزاي تتعامل مع الناس السيئين من غير ما أكون واحد منهم. الشخص السيء مش دايما واعي إنه سيء، ممكن يكون عنده عقدة نقص أو وجع بيطلعه في الناس. لما تفهم كده هتبطل تاخد تصرفاتهم على محمل شخصي. مش كل هجوم ضدك سببه إنك غلط، أحيانا هو انعكاس للي جواهم، وده أول مفتاح إنك ما تاخدش كل حاجة على صدرك. التعامل مع الناس السيئة محتاج ذكاء مش عنف. ما تحاولش تغيرهم، بس ما تسمحش لهم كمان يأذوك. يعني ببساطة خليك محترم، بس محتاج دايما انك تكون حاسم. لما تعمل حدود لنفسك وتحط حدود لنفسك، الناس هتعرف انك مش سهل يتلعب بيك. افتكر دايما ان الطيبة الحقيقية مش معناها انك تكون ضعيف، بالعكس معناها انك تعرف امتى تقول كفاية. كمان حافظ على طاقتك، ما تسمحش لأي حد يسرق سلامك النفسي، لأن سلامك ده أغلى من إنك تضيعه على حد ما يستحقش. ساعات أفضل رد على الشخص السيء هو إنك تتجاهله وتنجح. انجح واشتغل في حياتك، خليه دايما يشوفك بتكبر وبتتقدم من غير ما تضيع وقتك في الجدال. وفي النهاية افتكر دايما مش كل اللي خسرناه كان خسارة، في ناس كتير خروجهم من حياتنا أكبر مكسب. في نوع من الناس لو فضلت تحاول ترضيهم هتخسر نفسك قبل ما تكسبهم، مش لأنك قليل، لكن لأن في ناس اتعودت تشوف كل خير ضعف وكل طيبة سذاجة. كلنا قابلنا الناس دي، اللي دايما بتقلل وبتنتقد وبتتكلم من وراك، اللي مهما عملت معاهم مش بيشوفوا فيك غير الغلط. في البداية بتحاول تبرر، بعدين تزعل، بعدين تتعب، بس الحقيقة المشكلة مش فيك، المشكلة فيهم هما. الشخص السيء دايما بيحاول يرمي وجعه على غيره، بيهاجمك عشان يرتاح، بيكسر فيك علشان يحس انه اعلى. وده اول درس لازم تفهمه. ما تاخدش اي تصرف منهم على محمل شخصي، هما بيقاتلوا جوه نفسهم مش معاك. لما تستوعب ده هتبص لهم بطريقة مختلفة، وهتعرف ان السكوت مش ضعف، السكوت احيانا واعي. طب نعمل ايه؟ ببساطة حط حدود. الحدود دي مش قسوة، ده احترام لنفسك. ما تسمحش لحد يتجاوز معاك او فيك، حتى لو اقرب الناس ليك. مش لازم ترد على كل كلمة، ومش لازم تثبت انك صح. خليك محترم بس مش محتاج دايما، لان مش كل الناس تستحق وجودك في حياتها. الناس السيئة هتفضل موجودة، لكن رد فعلك هو اللي يحدد تأثيرهم عليك. احمي سلامك النفسي كأنه كنز، ما تدهمش فرصة يعيشوا جوه دماغك. وأفضل رد ممكن تقدمه هو إنك تنجح وتكبر وتعيش مرتاح. افتكر دايما مش كل اللي خسرناه كان خسارة، في ناس خروجهم من حياتنا كان مكسب كبير. عامل الناس بأخلاقك انت مش بأخلاقهم، وخليك دايما الشخص اللي ما بيتغيرش إلا للأحسن. وصدقني لما تبدأ تختار راحتك النفسية على رضا الناس، حياتك هتهدى، وهتعرف مين فعلا يستحق وجوده ومين لأ. لأن اللي بيحبك بجد عمره ما هيأذيك ولا هيقلل منك، واللي دايما بيحاول يكسرك هو أصلا بيتمنى يكون مكانك. فابتسم وخلي ردك دايما راحة بالك، لا ترد بالإساءة ولا تحاول تبرر. خليك راقي وخلي أفعالك هي اللي تتكلم. في النهاية السيئين بيمشوا والطيبين بيكسبوا نفسهم، وده أعظم مكسب.